سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير، وان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو بصحة جيدة. على بالي بلي توحشتوني، شفتكم كامل في لي كومونتير، بما انا توحشتكم بزاف. عاودنا ولينا وان شاء الله نولوا بقوة. اليوم حندير لكم وصفة بزاف هايلة، من وصفاتي القدم اللي كنت نديرهم. هي ميني كيك بزاف بنين. هذا كنت دايرته مشروع نهار بديت، نهار ما كانتش عندي قناة. وصفة ولا اروع، بنة رهيبة كيما تاع المحلات، تعتمدوه كمشروع بزاف هايل. وصفة اقتصادية ما فيهاش بزاف مقادير، اما التزيين يبقى اختياري. هنا خديت زوج حبات تاع بيض كاملين، وندير لهم كاس غير ربع تاع سكر عادي. وعندنا مبشور تاع ليمون، ونزيد ربع كاس زيت. ما نكتروش الزيت لخاطر دوك نقول لكم علاش. الزيت ما نسحقوهاش بزاف في الكيك. الكيك مختلف عن المسكوتو. السر راهو هنايا في البغا ميكسور. الاغلبيه عندكم بغا ميكسور وبزاف ما عندهمش الباتور. البغا ميكسور هو اللي حيعاوننا باش السكر هذاك يذوب ويدخل مليح في البيض، ومع الزيت كل حاجه تتخلط. صافي عندنا زوج بيض، كاس غير ربع سكر تاع 240 مليلتر، وعندنا ربع كاس تاع زيت. دوك نقول لكم على درنا ربع كاس تاع زيت. نبداو نخلطو، يولي الخليط كيما المايونيز. السكر يذوب، البيض يدخل معاه، الزيت تخلط، كل المقادير يتخلطوا. البغا ميكسور هو يعني السر الاول في الكيك اللي يجيكم بزاف هايل. انا درتهم مني كيك، تحبوا وحده ديروا كيكه كبيره. صافي كيك كبير بزاف بنين وبزاف هايل ووصفه ناجحه. تبعوني برك في المقادير وحتستفادوا بزاف. هنا حندير لافاني، ومن بعد نروح لافارين. لافارين حندير 8 ملاعق 150 غرام فارينه. درتها بالميزان، بعد قلت تفكرت بلي بزاف ما عندهمش ميزان، درتها بالمعرف. 8 ملاعق فارينه معمره. تسحقوهم ولازم نغربلوهم. السر تاني في التغربيل، كي نغربلوا المكونات وسختوا الفارينه والنواشف، ندخلوا لهم الهواء. نزيد معاهم باكي تاع خميره كيميائيه من وزن 10 غرام. الناس اللي عندها بالك خميره تاع الميزان ولا وزنه 10 غرام. نبداو نخلطوا هنايا الفارينه ديالي مع هذاك الخليط، مع دوك السوائل اللي خلطناهم. هنايا حسيت مازالها مخصوصه، وزدت حنزيد زوج ملاعق. صافي الفارينه كاع في المقادير هادو هي 10 ملاعق. 10 ملاعق بيان بومبي، صافي معمرين مليح. أه هنا عطيت لكم بالملعقه للناس اللي تحب يعني بلا ميزان، وراني قلت لكم بالميزان. بالميزان 150 وزيدوا زوج ملاعق، نختار كل فارينه وكيفاش، بصح استعملوا النوعيه الجيده. هنا يولي عندي خليط ثقيل على المسكوتشو، رايح قريب ينشف لي. واش راح ندير هنا؟ راح نضيف واحد المكون اللي حيرجع لي القوام تاع الكيك ديالي بزاف هايل. اون بليس الكيك فيه واحد الريحه بنينه تاع الزبده. هنا ناخذ ربع كاس تاع حليب، سمعوني مليح، ربع كاس تاع حليب، نزيدوا له 50 غرام تاع الزبده اللي بلا ميزان، زوج ملاعق بالمغرف، زوج ملاعق. ندير هذاك الخليط يسخن لي فوق النار. كي تذوب هذيك الزبده مع هذاك الحليب نبردهم شويه، ونبدا نضيفهم لهذاك الخليط اللي راح نخفف به الخليط ديالي. خاطر الخليط ديالي كان ثقيل، شفتوه كيفاش كان ثقيل. راح نخفو بهذاك الحليب، ربع كاس تاع حليب و50 غرام تاع زبده. نديرهم فوق النار، كي يذوبوا لي نجيبهم، يكونوش يغليو بصح سخونين نورمال، ما حيصرا والو على الخميره، ونفرخهم. هاد الوصفه كنت نعتمدها بالك في 2015. كنت نخدمها مع المحلات، كنت نخدم هذا ميني كيك. بصح وشنو كنت نخدمه غير بالشوكولا، ما كانتش شوكولا تختيني بيستاج وتاع الفخاز، ما كانتش. شوفوا لا بروف، هاد لي مول ديالي قلت لكم من 2015 هما عندي. شوفوا شحال شابين. لا ماتيير هادي دوكا ما كاش، مي حتصيبوهم. هاد لا ماتيير على بالي بلي ما تصيبوهاش، قدام بزاف. اصلا من قبل 2015 كانوا كاينين في دارنا. صافي على بالي بلي قدم. ومن بعد موراها انا كانوا عندي هادوك اللي راني وريتهم لكم الاولين. كي بديت نخدم لي كوموند رحت شريت هاد النوعيه الثانيه. شوفوا كاين ديفيرونس في لا ماتيير، في النوعيات. بصح في زوج هايلين. ما ندهنهم، ما نمسحهم بزيت، ما نمسحهم بزبده، ما والو. اذا نتوما شريتو جدد امسحوهم بزبده، بصح انا دياولي جامي ولا نمسحهم. ندير هكا دائما، نقطع بابي كويسون هكا صغير لداخل، ونحط الخليط مباشره. قلت لكم كي كنت نخدمهم في الاول، كنت نخدمهم يا سامبل يا ندير لهم كيما تاع برا. شفتوا كيما تاع برا هذوك الكيك الكبير، كنت ما نخدم الكبير.
ودرت به حالة هداك الوقت. اتخيلوا معايا ملي فتحت القناة وانا نقول ندير ميني كيك، ماما تقولي صوري ميني كيك، نقول دوك نديرو ما درتوش، ما كتبش ربي حتى لدوكا راني درته لكم. لاصحاب المشاريع مشروع ناجح. هنا دونك انايا حبيت نوع لكم في الاذواق. واش روح درت لكم؟ نوعت لكم في الاذواق. هنايا هادو من راسي بديت نضيف لهم، خديت شويه من هذاك الخليط، ضفت له كميه من البيستاج اللي حبيتوه بذوق البيستاج على حسب لي كوموند اللي يجوكم. قد ما يكون التنوع قد ما يكون مليح. على بها درت لكم هاد لا فيديو تنوع في الاذواق. هكا ميم نتوما كي تروحوا تخدموا كوموند راح يكونوا عندكم افكار بزاف هايلين. نبداو نجيبوا لي مول ديالي هادو صغار ونعمر، وما نعمرهمش كاع، ندير غير النص. الحاجه المليحه في هاد الكيك هي ما نعمروش كاع، لخاطر دوك الخميره راهي فيه حيتنفخ لنا ويطلع. والقوام ديالو ما يجيش كيما المسكوتشو، مختلف تماما قواما وشكلا، ماشي كيف كيف، وذوقا ما راهوش كاع كيف كيف. هنا نبدا نعمر فيهم، قلت لكم غير النص. هنا الكميه الثانيه درت لها، هنا هذا كاطو بذوق الشوكولا نوعيه جيده، راني رحيته كان عندي، ضفتو للخليط. شحال يمد لكم واحد البنه، هذا ما نكذبش عليكم. وانا صبر جات في بالي صبتو، قلت هيا نجربو ونشوف. فينالمون بالك ابن ذوق هذا هو بزاف بنين. هنا تاني عمرت نص. صافي هنايا راني نوحت لكم، ما درت لكمش غير العفايس الغاليين هادو، التزيينات هادو اضافيين وللناس اللي تحب تخدم لي كوموند. اما انتي لو كنت تحبي ديريه في دارك تقدري ديريه سامبل، تضيفي له غير هاد الكاطو، تحبي تخليه نورمال تمسحيه بالمعجون من الفوق، اختياري هذاك يبقى ليك. تقدري ديريه كيما راهم في المحلات، مازالهم على الطريقه التقليديه، نديروا لهم الفوق لا جولي ويحطوا له لي سيريز. المهم ما تعمروش لي مول ديالكم باش ما يفيضولكمش، هنا دائما نوصيكم. ودوكا يبقى لي الذوق الثالث، خليتوه هكاك بذوق الليمون. دوك تشوفوا صافي يخطر من الاول، حنا درنا كميه مليحه تاع الليمون، خليتوه عادي، الناس تحب حاجه عاديه. طريقه الطياب ديالو نتشعلوا له غير من تحت 160 درجه مده ربع ساعه، خلاص تشوفوه بدا يصفار. تقدروا ما تشعلولوش من الفوق كاع، ما تشعلولوش، تخلوه غير من التحت. هنا راني كملت الباقي اللي بقى لي كيما راكم تشوفوا. قلت لكم هاد ليمون ما يلصقوا، ولا نتوما شريتوا نوعيه جديده بالك يكونوا يلصقوا، امسحوهم بالزبده، الزبده ما تكونش دايبه. تشدوا مرصو تاع زبده وتمسحوا به ليمون ديالكم، تخبطوهم كيما راكم تشوفوا فيهم هكا باش ياخذوا بلاصتهم في المول. وهذا ما كان، هادو هما. والاذواق تقدروا كتر من واش درت انا. الا صبتوا الفخاز المجفف، انا كنت حابه ندير، ما صبتش عند الحانوت، ما صبتش، قلبت عليها ما صبتهاش. نحب فراز مجفف كنت نديرو لداخل. بزاف افكار. المهم انا نمد لكم الفكره الرئيسيه كيما حنا نقولوا، وانتوما تزيدوا تبدعوا كيما تحبوا. شوفوا كيفاش طاب. هنا هذا هو سر النجاح، والسر وين راه؟ السر كي تصيبوه يتفتت، اذا بدا يتفتت الكيك ديالكم ناجح. لخاطر الكيك الديفيرونس بينه وبين المسكوتشو هو يتفتت، لاباط تاعو مختلفه على المسكوتشو. شوفوا كيفاش خرج لي، غير تشوفوه يتفتت خلاص راكم نجحتوا، برافو عليكم. وهاد الكميه شوفوا شحال خرجت لي، هادو هما اللي خرجتهم لي. يجيكم شوفوا كي ترفدوا الحبه خفيفه، بصح القوام ديالها راني فهمتكم ما راهوش مسكوتشو، هايله بزاف، خفيف والبن بنين. اللي درت له هذاك الكاطو مرحي شحال بنين، ما تيماجينيوش شحال تاع البيستاج على الغلا، والنورمال تاني بنين بزاف هايل. تحبوا تلوحوا تاني كميه تاع مكسرات نتوما واش حبيتوا. شوفوا طريقه تاع الديمولاج تاعي، ندخل الموس برك ندخل له النفس ونحيه، هذا ما كان. شوفوا كيفاش. ومن بعد كي يبرد لي نروح للتزيين. التزيين اختياري، تزيين انتوما واش حبيتوا. مثلا شوفوا انا هنايا خديت شوكولا تاختيني بذوق الفراز، راهي تتباع بالميزان ولا بلي بواط. هنا ضفت لها شويه زيت، خففتها بشويه زيت ودرتها في الوجه تاع الكيك ديالي. تقدروا قلت لكم هنا التزيين ركزت على اصحاب المشاريع اللي يحبوا يخدموا لي بوكس. المهم على بالي بلي يحبوا هكا تزيينات. اما الناس اللي تحب ديروا ليها للدار تكتفي به عادي، يعني سامبل، ولا ديروا شوكولا تاختيني تاني بزاف بنين. هذاك يبقى ليكم. خفوها الشوكولا ديالكم، نختار لو كان تخدموا بها ثقيله ما تقدروش. وإلا صبتوا الشوكولا تاعكم كي تشروها هكا شوكولا تختيني، ماشي كيما هاد الاذواق، ما يجوش كيما الشوكولا بالحليب، شوكولا تطلي بالحليب. الا صبتوها يعني شيده روحها
ذوبوها، حطوها في الميكرووند تعاود تذوب ولا على حمام مائي، وضيفوا لها قطرات من الزيت. هنا درت بذوق البيستاش تاني، و وتاني زدت لها شويه زيت، خففتها ما ديروهاش ثقيله وما ترفدلكمش كميه. شوفوا تبان راهي رافده كميه مي هي ما رفدتش. نوصلوا لهذا الذوق الاخير اللي درتو بشوكولاته الطلي بذوق البندق، بزاف بنينه تاني. شوفوا كيفاش حتجيكم، خبطوهم مليح باش يهبطوا لكم. هنايا نبداو في التزيين. هنا درت شويه لي نوازات، شويه بندق، وفتح البيستاش درت شويه بيستاش تاني. تاع الفخاز حبيت نخليها هكاك، ما حبيت ندير لها ني ورد الشوش، حيغير شويه نوعا ما الذوق، ما حبيتش نستعملو. ولكم الاختيار كيما تخلوها سامبل. انا ماما تحبهم سامبل، ما تحب فيهم ني شوكولا ني حتى حاجه. هامليك درت هنا البيستاش باش يبان، خاطر البيستاش مرحي يبان احسن. البيستاش كي يكون مرحي يبان خير من البيستاش الحب. انا حب هكا مي طالهم منظر بزاف شباب وبزاف هايل. هكذا كملت كاع التزيين ديالي كما راكم تشوفوا. اما ذوق رهيب بزاف هايل. وحبيت نقول لكم حاجه، هاد الشوكولا ومن بعد كيما راكم تشوفوا في هذيك لافريز دوكا تولي طبقه، ما توليش زعما تتلاصق ولا تلصق لكم. تحبوا ديروهم في لومبالاج، تحبوا تبيعوهم بالحبه، يعني من بعد يساعدوكم. يعني مشروع مربح وبزاف هايل، وفكره اوريجينال ما راهيش دايره بزاف، ما راهيش دايره اصلا. شفنا غير الكيك كبير، كيك هكا صغير ميني كيك، ما راهوش داير بزاف. تعجبكم بزاف هاد الفكره. انا عن نفسي نهار بديت درت بها حاله واش خدمت فيهم، خدمت هادو من بداياتي. هاد الوصفه منها انا بديت هكا، والله بديت نخدم هكا. راني جافيه كنت نخدم بزاف مع حوانت، ومن بعد مع الوقت كي تتلونساو يعني وتاخدوا طريقكم وكاع، تولوا ما تسحقوش حانوت، تولوا تخدموا ديريكتومون مع الزبون. صح الربح ما يكونش كيما تخدموا وحدكم، هذه حاجه باينه. مي وشنو تكتسبوا بزاف تجارب، نتعلموا من الخساره، المهم نتعلموا بزاف في هذا المجال. البدايات ما يبداوش ديريكتومون بروفيسيونيل، لا حتجوزي على بزاف مراحل، تخسري تربحي تعرفي على ناس تعلمي كل مره كيفاش. وشنو نقول لكم دائما حاجه، طلبوا حقكم في الحبه تاع الكاطو، ما تروحوش تعبوا روحكم في باطل. الناس اللي تقول لك راني نتعبوا ما ندخلش دراهم، المشكل راهو فيكم انتم، راكم تعبوا اكثر ما راكم تخدموا. ما عليا نقول لكم تهلاو في رواحكم. القوام تاعو جا بزاف بنين، انا كليت منه، شهيدكم بالجنه. استناوني ان شاء الله في وصفه واحده اخرى هايله بزاف وراح تعجبكم بزاف. باي باي.